السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده النهارده ان شاء الله هنفرز ورق العنب. كل سنه وانتم طيبين. الموسم بتاعه دلوقتي شهر 4 وشهر 5 وشهر 6، احسن شهور لتفريز ورق العنب. الورقه بتبقى طريه ولسه طازه وحجمها جميل متوسط. هقول لكم كمان في الفيديو ازاي تفرقوا بين ورق العنب واي ورقه تانية، وازاي نفرزه ويقعد معانا سنتين بنفس الريحه وبنفس اللون وبنفس الجوده، وما يتبلش معاكي خالص ولا لونه يغير. بس حابه قبل ما ابدا اقولك لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هتشتري كميه ورق العنب اللي انت عايزاها، وما تقليش وما تكتريش على نفسك. هاتي كميه معقوله تعرفي تفرزيها في نفس اليوم، علشان لو سبتيه في الاكياس لتاني يوم، حتى لو سبتيه في التلاجة بيعرق كده ولونه بيغير وبيغمق منك. هتاخدي ورق العنب الاول قبل الغسيل وقبل اي حاجه هتفرزيه، وهتحطي كل مقاس مع بعضه. لو تلاحظوا كده هتلاقوهم دول 6 مقاسات، كل مجموعه منهم مقاس، وبربطهم بالخيط بالشكل ده. ازاي بقى افرق بين ورقة العنب واي ورقة تانية؟ دي ورقة العنب الاصلية، وش بيبقى غامق وناعم، والوش التاني بيبقى فاتح شوية وخشن، وتحسوا ان الورقة كده متقسمة ل3 اجزاء، والعود بتاعها بيبقى فاتح. يعني ورقة العنب ان البناتي بتبقى العود بتاعها فاتح، اخضر فاتح، ما بيبقاش فيها لون احمر، وبيجي كمان متفرط، ما بيبقاش متربط حزم. المتربط حزم ده بيكون بلدي. بينا بقى على طول على الحوض علشان نغسل ورق العنب وننزل منه اي تراب واي رمل. طبق كبير مليان ميه وتحت ميه جاريه، ببتدي انزل ورق العنب واشطفه كويس جدا واصفيه من الميه بتاعته، احطه في طبق تاني. بعمل كده في الكميه كلها لحد ما اشطف ورق العنب تماما ويبقى نضيف معايا. بعد كده بروح على البوتاجاز، حله فيها ميه بتغلي، بعصر فيها نص ليمونه، ما بضيفش اي اضافات تانية، النص ليمونه وبس. ببتدي انزل ورق العنب دقيقه واحده على كل جنب، وابتدي اصفيه واطلعه بالمصفى بتاعه البطاطس. وتربيط ورق العنب هنا بيسهل عليا ان بيطلع معايا المجموعه كده زي ما هي مفروده، مش بيتفرد بقى في الحله ويتلخبط على بعضه ويطلع متطبق، لا، بيطلع زي ما هو كده. انا منزلاه مفرود، بيطلع مفرود زي ما هو كده بنفس الشكل. وزي ما انتم شايفين انا بسلقه دقيقه واحده بس على كل جنب، وبيطلع معايا في جزء من الخضار. بعد كده بحطه في طبق في ميه ساقعه بتلج، بمكعبات تلج. بالشكل ده بضمن ان ورق العنب خلاص وقف تسوية. وبعد كده بصفيه تماما، وببتدي بقى لمرحلة ان انا اقصقص العيدان منه. باخد المجموعة بطبقها كده، وباخد ورق العيدان بتاعته بالمقص، وبشيلها مرة واحدة. الطريقة دي بتسهل عليا كتير وبتوفر وقت وجهد. شايفين؟ هوريكم طريقة تانية او هوريكم كده من قريب. باخد المجموعة كده على بعضها وبقص العناقيد مرة واحدة. بعد كده بجيب بكرة الاسترتش وببتدي افردها، واخد كل مجموعة والفها كده اسطواني، وبضغط وانا بلف علشان اخرج اي هوا زياده فلونه ما يغمقش معايا. شايفين؟ بالشكل ده كده بلفها على شكل صباع. طب ولو مش موجود الاسترتش بنعمل ايه؟ بنستخدم اكياس التلاجة بتاعت حفظ الخضار. باخد الكيس وبقصه على 2، باخد طبقه واحده منه بس، وبلفه بنفس الطريقه. بلف وبضغط وانا بلف عشان اخرج الهوا، وبتني الجوانب، وبديله لزقه صغيره علشان ما يدخلش اي هوا. هنخلص الكميه كلها بنفس الشكل ونروح بقى على التلاجة نبتدي نحفظها. على فكرة الطريقة دي احسن طريقة تخزني بيها ورق العنب، بيبقى جاهز بتطلعيه على طول على الاستخدام. هرص الكمية دي في الرف الصغير بتاع باب الفريزر. شايفين؟ لو عملتي حتى 20 كيلو بنفس الشكل مش هياخد معاكي اي حجم ولا اي مكان. يا رب يكون الفيديو عجبكم.